ايه ممكن يوصل ابني للشكل ده؟ وليه ما بيتلحقش من الاول؟ وليه بيوصل لمرحله انه بدا ياثر على اكله وعلى كلامه وعلى نفسيته في وسط اصحابه؟ قبل اي حاجه انا دكتور يارا ياسين، وده درس خصوصي. الشكل ده اسمه تسوس المبكر عند الاطفال او تسوس الببرونه، ومن اسمه انه بيظهر في مرحله الرضاعه، يعني في اول 3 سنين من عمر الطفل. السبب الاساسي للتسوس ده ان الطفل بيبقى غالبا طول الليل نايم على اسنانه حاجه محتكه، يعني بتبقى غالبا ببرونه جواها اي حاجه غير الميه، يعني مثلا عصير او لبن. او ان الطفل لما بدا يكبر ويدخله الاكل بدا ينام من غير ما يغسل اسنانه، فيبتدي بالليل يقوم يرضع، فاللبن بيختلط مع الاكل المتخمر في بقه، والاتنين دول بيعملوا مشكله كبيره قوي، لان تاثيرهم بيبقى اسوا من ان الطفل يشرب لبن لوحده او حتى ينام في بقه اكل لوحده. كمان في اطفال كتير لما بتبتدي تعرف تتحرك وتمشي بتبقى عارفه طريق المياه الغازيه والعصير اللي في الثلاجه، فبتقوم بالليل من ورا بابا وماما وبتشرب العصير اللي في الثلاجه. عشان كده لازم ناخد بالنا من النقطه دي. كمان بشوف بنفسي بعض الامهات بيسيبوا جنب اولادهم عصير او لبن علشان لما يجوعوا بالليل يقوموا يشربوا منه، وهم ما يعرفوش ان ده فعلا ممكن يسبب المشكله الكبيره دي. ناس كتير بقى ممكن تسال هل الرضاعه الطبيعيه ممكن تسبب المشكله دي؟ بالنسبه للرضاعه الطبيعيه فهي اتعمل فيها دراسات كتير وخدت وقت كبير قوي، لان التسوس ما بيبقاش داخل فيه عامل واحد بس، بيبقى داخل فيه عوامل كتير، زي مثلا طبيعه الاكل والاهتمام بنظافه الاسنان، والتركيب الجيني كمان بيدخل في الموضوع. بس الخلاصه ان لبن الام فيه ماده اسمها لاكتوفيرين، الماده دي بتقاوم البكتيريا اللي بتسبب التسوس، فلبن الام يعتبر امان بنسبه كبيره، بس لو توفر شروط معينه. اول حاجه ان اسنان الطفل لازم تكون جينيا صحيحه، يعني ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش نقص في المعادن، لان لو فيها مشاكل اللبن مش هيقدر يحميها خالص من التسوس. لان الطفل لما بينام في بقه بقايا اكل، الاكل ده بيتخمر، فيجي بالليل يرضع، فاللبن بيختلط مع الاكل المتخمر فيزود جدا عامل التسوس اكتر من الطبيعي. وعلشان كده لازم ناخد بالنا ان الطفل لازم يكون نايم بقه نظيف وما فيهوش اي بقايا اكل. حاجه كمان بقى ناس كتير ممكن ما تاخدش بالها منها، وهي الادويه. الادويه ممكن تعمل تسوس. ازاي؟ ان في ساعات اطفال بيمشوا على ادويه لفترات طويله، يعني شهرين 3، الادويه دي بيبقى فيها نسبه سكر علشان تخلي طعمها حلو، فللاسف الاب والام بيدوا الادويه وبعد كده الطفل بينام على طول من غير ما يغسل اسنان، فبتبتدي تتراكم على الاسنان وللاسف برضو بتزود التسوس. كده دي تعتبر كل الاسباب اللي ممكن توصل الطفل للتسوس المبكر. لو عايزين نعرف ازاي ما نوصلش للشكل ده ونحمي الطفل منه، تابعوني في الحلقه الجايه، هتكلم عن طريقه العنايه باسنان الاطفال من اول ما يتولدوا لحد 3 سنين.